على طول هذا كان تسديده عن طريق كريم الفخري، ولكن الحارس يتفوق. ترجع الكوره كله كريم، ترجع على واحد الجنسي يرجع للخلف عند كريم عند الكوره هو ده التهاني مره ثانيه عند الجنسي واخد اليسار يلعب كوره بالعرض عند احمد التهاني تسديده، ولكن الحارس يتعلق، الحارس يتصدى تسديده الجمله على حارس المرمى 10، ولكن الحارس يتصدى. محمد مسلم تكليف محمد العادي وخدوه الناحيه الثانيه عند الصوره لما عايز يعدي مع الناس فتح حمام ثاني ويرجع كده ما يعملش بقى حاجه ترجع مرتين عند مسلم. محمد مسلم عند الكوره للفهمي كوره عند الجندي وسط الملعب والعرض عند كريم الفخري كريم عند الكوره الجميل عند الكوره كله عايز يعدي لكريم مره ثانيه اماميه لمحمد مسلم عند والهدف الاول كريم الفخري. كريم الفخري يسجل اول اهداف اللقاء. كريم الفخري لمصلحه الاتحاد والله 1-0. يلا نرجع الفريقين عشان العدد محمد العادي ترجع كوره. خلي بالك بس الكلام هو حاضر احنا لاعبين ولا لاعبين رجع كوره احمد التهاني عنده كوره احمد مفروض عليه وصلنا ورا، ولكن التهاني الجنسي عبد الله الجنسي وسط الملعب لكريم الفخري. كريم صاحب الهدف نلعب هنا دوره نلعب باحترام. اللي مش محترم كوره من الخلف عند عبد الهادي اليميني عبد الهادي كوره عند عبد الله الجنسي يقف على كورته يلعب كوره بعرض مش معديه من العادي وصلنا ورا قطع على طول العادي والانتهاء خدها العادي وواقف على كورته الله عليه العادي عايز يعدي لو الشباب ولكن المدرب هناك يتحلل فالعب على طول عند كده عند الكوره كريم يرجع في نص الملعب لعبد الله الجندي كوره بالعرض والانتهاء احمد التهاني طبعا ساكن في مرمى الحرمين وساكن في مرمى مانشستر في الافتتاح. سلام حسين حط الكوره عند اشرف حسين وده تحت الظاهر مصلحه التنانين ولكن مقطوعه من السكه وصل اشرف مره ثانيه مقطوعه من اشرف والكوره بره الملعب الى يعني تمس ولا ضربه حره. هنشوف ونتابع حكم اللقاء كابتن احمد اليمان نشوف ونتابع. ورجع الكوره ضربه حره للاتحاد يرجع عند كريم. كريم حط الكوره للانتهاء لكريم مره ثانيه. كريم حط الكوره كريم وتسديد الكوره ولكن ترتكب وتخبط في القدم حسين منوره وتطلع الكوره بره لا يتنبه. ملعوبه كريم احمد التهاني يقف على الكوره ترجع الخلف. كريم اليمين عبد الله الجندي كريم الجندي من الفخري مقطوع خطيره عندك خطيره وسط الجول والهدف الثاني وعملوها ثاني وسجلوا الثاني واثنين بشير اصحاب الغالي هدف ثاني عن طريق كولر. صعب ومهمه صعبه النهارده ولكن التنانين لسه الجوله سالم الجوله مع مين؟ مع الحرمين. ترجع الكوره عبد الله احمد الزهري كوره صاحب الهدف الثاني كريم الفخري كوره عند الكوره عند الكوره عنده عبد الله الجندي امام الانتهاء سجل بمسافه حسين ورا ولكن يوسف مرتين الانتهاء ورا لعبد الله الجندي يلعب كوره بعرض كتف اقصى يمين محمد مسلم الخلف عند اليمين عند كوره بالعرض على اليسار عند عبد الله الجندي اماميه الانتهاء احمد الانتهاء في وسط الملعب كريم الفخري كريم اماميه وطول من يمين عدى ولكن مقطوع الله عليه خطيره ولكن ضاعت الكوره يقول لو فيها قوه زياده على سامح ترجع الكوره وسط الملعب عند طرف كوره بالعرض لعبد الله الجندي عبد الله انطلق حط الكوره لاحمد التهاني احمد التهاني على كورته مضغوط عليه من حارس الله ولكن في زق قدام كده من حارس الله وحكم اللقاء واحتسب ركله حره ملعوبه على طول يوصل محمد العادي محمد يلعب كوره من ناحيه سامح ولكن المره دي ايضا فيها كوره وطويله جدا على سامح تطلع كوره بره لم يتمس يرجع الكوره احمد التهاني كريم كوره عند طول مقطوعه توصل لحد الامام ولكن مشينا حسين ورا الحارس اسلام الابيض اسلام عدى اسلام
يلعب كرة بالعرض عند اليمين سجل في المرمى مش عشان مستوى الوطن الهدفي اليمين رجع الكرة محمد وسام تسليمة ولكن مرت من محمد وسام تسديدة قوية من محمد وسام ولكن خارج نطاق الثلاث خشبات من لا شيء هدف عن طريق كريم الفخري وهدف عن طريق الثالث ضربة مرمى سلمة ورا يلعب كرة أمامية الكرة العالية توصل للحارس اسلام الأبيض يسلكها على مهله خالص اسلام تجاوز تحت من ناحيه الشمال عند احمد الزهري انتهي حتى وصلت نصف الملعب انتهي يلعب كره اماميه ولكن طويله عايز يلعبها كريم الفخري